السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في أولى ثانوي، ازيكم عاملين إيه يا أبطال؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما. النهارده يا شباب معاكم إن شاء الله بنحل تقييم الأسبوع الثاني في مادة الفلسفة والمنطق من التقييمات طبعا الوزارية اللي هي طبعا نازلة لحضرتك واجبات أو أداءات صفية أو تقييمات أسبوعية حتى بتطلب منك في المدرسة وبيبقى عليها جزء كبير من أعمال السنة. خلاص؟ عايز حضرتك بس تركز معايا كويس قوي أثناء حل الأسئلة دي، هي أسئلة في نفس الوقت هتفيدك برضو في المنهج. خلاص؟ حتى لو حضرتك معايا كمان في الحصص مثلا أو كده لسه في الفلسفه سابقين، في المنطق لسه مش عارف ايه الكلام ده، فركز برضو معايا وعايز حضرتك تحل كل سؤال. خلي جنبك ورقه وقلم، اكتب معايا اي ملحوظه حضرتك ملاحظها. اتفقنا كده؟ اي حتى سؤال يبقى عند حضرتك هنسيب لك ارقام التواصل في وصف الفيديو. ركز معايا ويلا بينا نبدا وسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول طبعا جزئيه هنحلها هي الاداءات المنزليه اللي هي طبعا الواجبات. تمام؟ وهنبتدي بالفلسفه. أول سؤال بيقول لحضرتك إنهم يسعون إلى تفسير آية ظاهرة تفسيرا منطقيا مقبولا. خلاص؟ من الوجهة العقلية الخالصة. مين بقى اللي عايز يشوفها بوجهة عقلية؟ مين اللي عايز دليل عقلي على كل شيء؟ مين اللي عايز يربط بين الظواهر وبعضها؟ خلاص؟ ليكونوا منها حقيقة شاملة. بص، بيفضلوا يربطوا الأجزاء لحد ما يعملوا حقيقة شاملة، حقيقة كلية. مين اللي بتدرس الحقائق الكليه وبتقوم على التفسير المنطقي العقلاني؟ هو اصلا بيقول لحضرتك اهو، ده احد سمات التفكير الفلسفي. هو التفكير الفلسفي يا مستر بيتميز بايه؟ خلينا بس نرفع لك شويه كده الخط. خلاص، التفكير يا مستر الفلسفي بيتميز بايه؟ طبعا بيتميز بان هو ايماني، لا طبعا ده الديني. بدائي ساذج، ده الخرافي. حسي تجريبي، ده العلمي. تاملي عقلي، دي الاجابه الصحيحه اللي هي التفكير الفلسفي. تاني سؤال اسمه او بيقول لحضرتك العقليه البدائيه تعمل بشكل عكسي، فاذا تسرعت، خلاص، فاذا استرعت اهتمامه ظاهره ردها الى قوه خفيه. بيقول لك عقليه بدائيه وبيردها لقوه خفيه زي الجن والشياطين. يعني مثلا لما يسمع صوت تحريك كراسي بالليل يقول لك ده الجن بيحرك الكراسي، مصمم ديكور هو. خلاص؟ فطبعا بيقول لحضرتك وجعل هذه الظاهره مظهرا من مظاهرها. طبعا الكلام ده بيدل على التفكير الخرافي. طب يا مستر انا عايز مثالين على التفكير الخرافي. اول حاجه قول له الخرزه الزرقاء لمنع الحسد، الخرزه الزرقاء لمنع الحسد. تاني حاجه روح قول له عن الدجل والسحر. الدجل والسحر، علاج الامراض بالدجل والسحر، ده طبعا خرافات كبيره جدا. خلاص؟ طبعا الدجل والسحر ما بيعالجش امراض وما بيشفيش مريض. سؤال واحد بقى في المنطق. يقول ادوارد جيبون الجهل يصرخ والحكمه تتروى. بيقول لك الجهل يصرخ يعني بيصيح، يعني متسرع، والحكمه تتروى يعني بتصبر بتتمهل. يبقى ده طبعا بيدعونا هنا للتخلص من انهي عامل من عوامل الوقوع في خطأ التفكير. حضرتك استبعد كده معايا تغليب العاطفه، وما بيكلمكش عن ان انت تفكر بالعقل وتستبعد المشاعر. طب التسرع في الحكم لان هو بيقول لحضرتك الحكمه تتروى يعني في صبر، والصبر عكس طبعا عكس التسرع في الحكم. تمام؟ التعصب والتطرف يا مستر لا، ده معناه الجمود العقلي. القابليه للاستهواء لا، ده معناها انتشار الشائعات وتصديقها قبل التاكد منها. سؤال 2. يقول برتراند راسل الرغبه في التصديق هي عدو المعرفه. الرغبه في التصديق، انا عايز اصدق كل حاجه من غير ما اتاكد منها. الرغبه في التصديق دي طبعا القابليه للاستهواء. ليه يا مستر؟ لان دي قال لحضرتك ده دي انتشار الشائعات. انا عندي رغبه في التصديق، عايز اصدق كل حاجه. خلاص؟ ما بتاكدش لسه من الحاجه، انا بصدقها زي ما هي. فده طبعا القابليه للاستهواء، ومثال عليها طبعا تصديق شائعات مثلا حول جدول الامتحانات. تصديق شائعات حول جدول الامتحانات النهائيه. كل سنه بينزل جدول ثانويه عامه امتحانات، بيطلع الجدول ده اصلا في الاخر مضروب. خلاص؟ يعني الجدول ده اصلا بيبقى مجرد شائعه وبتنتشر بقى، وبيفضلوا الناس يشيروا فيه ويبعتوا لقريبك ويبعتوا لابن خالتك ومش عارف ايه، وبيطلع في الاخر الجدول ده مضروب اصلا ومفيش حد يعني مأكده. خلاص؟ فده انتشار شائعات. تاني نقطه بقى هنخش على حل التقييمات الاسبوعيه. احنا كده حلينا الاداءات المنزليه، تمام؟ نحل دلوقتي التقييمات الاسبوعيه. اول مجموعه بيقول لحضرتك السؤال رقم 1 اهو: في صخب الحياة الحديثة أصبح الصمت أعلى درجات الرفاهية والتأمل أعلى درجات الحكمة. بيعتمد على التأمل. مين بتعتمد على التأمل؟ واخدينها مع بعض كويس قوي في أول حصة، اللي هو طبعا
التفكير الفلسفي او اسلوب التفكير الفلسفي بيعتمد على التامل والتحليل والعقل. خلاص. لكن طبعا العلم بيقوم على التجريب. تمام. والدين طبعا بيقوم على التسليم بالحقائق والتقرب الى الله والعبادات والعقيده والى اخره. الخرافي طبعا بيقوم على التفكير البدائي الساذج اللي هو طبعا ملوش دليل منطقي واضح والى اخره. تمام. تمام. لو حضرتك لسه ما اتفرجتش على الحصه بتاعه التفكير اتفرج عليها. اتفقنا؟ حضرتك هتلم بيها الدرس بمنتهى السهوله وفي وقت قليل. اتفقنا كده؟ اتفقنا. سؤال 2. يقول كارل ساجان: العلم هو طريقة للتفكير أكثر منه مجموعة من المعارف، طريقة من التفكير. فهو بالآخر عايز حضرتك تشرح نمط التفكير السابق اللي هو الأسلوب العلمي. حضرتك هتقول له الأسلوب العلمي، وده أسلوب طبعا حسي تجريبي يبحث في الظواهر الجزئية، عايز العلل القريبة، الوصول للعلل القريبة والأسباب المباشرة لكل ظاهرة. يبحث في الظواهر الجزئية للوصول للعلل القريبة. اكتب اللي أنا بقوله لك ده، للوصول للعلل القريبة. خلاص. وطبعا البحث في الأسباب المباشرة لكل ظاهرة. سؤال 1 في المنطق: أرسلت لصديقك رسالة ولم يرد عليك لساعات، فافترضت أنه غاضب منك ويتعمد تجاهلك. يعني أنت بعت لزميلك رسالة، فزميلك ما ردش عليك، قعد ساعة ساعتين ما ردش عليك، فأنت قعدت يا ساعة لهوي على الصحاب، وقعدت بقى تنزل في ستوريات حزينة وبتاع، وصاحبي ومش صاحبي وبتاع، وأنا كنت فاكرك صاحبي. فاهم؟ في الآخر خالص أصلا هو كان تليفونه على الشاحن. فطبعا هنا طبعا ده أحد عوامل الوقوع في خطأ التفكير اللي هو التسرع في الحكم طبعا. ليه يا مستر؟ لان انت هنا هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك انت عمال من الاخر تسرعت في الحكم عليه. هو حاطط تليفونه على الشاحن، انت فاكره متجاهلك وفاكره متعمد وفاكره قاصد ما يردش وفاكره ان هو ما بيردش عليك عشان زعلان منك، وافترضت انت حاجات من نفسك في بضع ساعات. تمام؟ تمام. سؤال 2. ليس العيب في ان نختلف، العيب ان نصادر حق الاخر في الاختلاف. يعني العيب مش ان احنا نختلف مع بعض في وجهة النظر، العيب ان انا اجي اقول لك انت مالكش حق انك تختلف معايا. فطبعا ده عيب كبير جدا، وهو طبعا التعصب والتطرف. ليه يا مستر التعصب والتطرف؟ وعلى فكرة الجزئية دي تحديدا، عوامل الوقوع في خطأ التفكير، كنا واخدينها في الكورس المجاني برضه، هتلاقيني سايب لك فيديو ليه اللي هو الكورس التأسيسي، كنا واخدين الجزئية دي فيه برضه، هتلاقيني سايبه لك في اليوتيوب. خلاص. تعالى كده، التعصب والتطرف أي مثال على جمود فكري أو عدم قبول الآخر. أي مثال بقى أقول لك على حاجة، مثال مثلا زي التعصب الكروي، انا بشجع فريق وانت بتشجع فريق تاني، فقمنا احنا الاثنين اتخانقنا مع بعض. خلاص. بعد كده نيجي للمجموعه الثانيه. اول سؤال في الفلسفه بيقول لحضرتك: التجربه هي المعلم الوحيد الذي يمكنك الوثوق به. يشير ذلك للاسلوب. انهي اسلوب بقى؟ التجربه. واحنا قايلين مين اللي بيعتمد على التجارب؟ بص احنا كنا مجاوبين هنا في المنهج العلمي، كنا قايلين تجريبي. خلاص. يبقى ده طبعا الاسلوب العلمي. سؤال 2. الوهم منهج العقول الضعيفه. الوهم، تمام، الوهم ده اللي هو ايه؟ الخرافات. فده طبعا بيقول لك: عقب برأيك على الاسلوب الذي تشير اليه العبارة، فده الاسلوب الخرافي. خلاص. ويعني ايه يا مستر الاسلوب الخرافي؟ اسلوب بدائي ساذج غير صحيح وغير سليم، يعتمد على ادلة غير منطقية غير سليمة. اتفقنا؟ اتفقنا. اول سؤال في المنطق: شراء البعض منتج بناء على إعلان جذاب دون قراءة المراجعات أو مقارنة المواصفات يؤدي إلى حصولهم على منتج رديء ولا يلبي احتياجاتهم. خلاص. دي أحد العوامل بقى، بس دي العوامل الموضوعية. دي العوامل الموضوعية. في عوامل ذاتية للوقوع في خطأ التفكير اللي هم 4. خلاص. بسرعة كده راجعهم معايا: تغليب العاطفة على العقل، تمام، التسرع في إصدار الأحكام أو التسرع في اتخاذ الحكم، تمام، القابلية للاستهواء، التعصب والتطرف. دي كده عوامل ذاتية للوقوع في خطأ التفكير. دول بقى عوامل موضوعية. عوامل الموضوعيه اللي هم يا مستر: اول عامل فيهم اللي هو نقص المعلومات، عدم الدقه في استخدام اللغه، صعوبه المشكله، واخر عامل طبعا اللي هو الهيمنه والسيطره. وطبعا الترتيب مش مهم، احنا بنقول بس لحضرتك اللي هو ايه العوامل. خلاص. اول سؤال هنا بقى بيقول لحضرتك: انت ما قراتش المراجعات، يعني انت ما عندكش المعلومه الكافيه ومع ذلك رحت اشتريت، ويبقى ده طبعا خطا كبير جدا في نقص المعلومات. سؤال 2. يقول وينستون تشرشل: خلاص، الرجل المتحجر لا يغير رايه ولا يغير موضوعه،
متحجر. عارف يعني ايه متحجر؟ يعني جمود، عنده جمود في دماغه. يبقى الكلام ده طبعا هو التعصب برضو والتطرف. يعني ايه يا مستر؟ يعني عدم قبول الاختلاف، عدم قبول الرأي الآخر. تمام؟ الراجل المتعصب ده يسعى لقمع يعني إبادة، يعني إزالة أي رأي مخالف لرأيه. نيجي للمجموعة الثالثة. سؤال واحد في الفلسفة: نمط من التفكير يقوم على التسليم بنتائج وعلاقات غير منطقية. غير منطقية خلاص هو حسمها لحضرتك عند الأسلوب الخرافي. ليه يا مستر أسلوب خرافي؟ لأن هو بيعتمد على أسباب غير صحيحة، بيعتمد على أسباب غير منطقية، بيعتمد على أسباب غير سليمة. تمام؟ تمام. سؤال 2: طور العالم إدوارد جينر أول لقاح ناجح ضد الجدري في عام 1796 من خلال الملاحظة والتجريب. انهي اسلوب بقى اللي بيعتمد على الملاحظه والتجريب؟ لسه واخدينها، الاسلوب العلمي. خلاص، الاسلوب العلمي يا مستر هو اسلوب يعتمد على التجربه، اسلوب حسي يخضع للملاحظه والمشاهده. اكتب كده: يخضع للملاحظه والمشاهده. اسلوب حسي يخضع للملاحظه والمشاهده، يعتمد على التجربه. تمام، ده الاسلوب العلمي. سؤال واحد في المنطق: مشاركة خبر صادم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد قراءة العنوان فقط. قريت العنوان بس، تمام، وبعد كده شاركت الخبر. والله هنا انت هتقول لي، وكمان نشرت معلومات مضللة، هنا انت هتقول لي يا مستر طب ده تسرع في الحكم عشان انا قريته وما لحقتش اتاكد، خلاص ما صبرتش، مش موجود تسرع في الحكم. طب يا مستر بما انها شائعات ومعلومات مضللة ممكن تبقى القابلية للاستهواء، صدقت من غير ما اتاكد، مش موجود القابلية للاستهواء. نعم، امال هي ايه يا مستر؟ بيقول لحضرتك اهو تعامل بقى خلاص مع السؤال. يعني انا عارف ان الاجابات التانية الاقرب هي طبعا التسرع في اتخاذ الحكم، بعد كده القابليه للاستهواء الاضعف منها، بس هو جايب لحضرتك على العوامل الموضوعيه. فتعالى كده يعني ايه نشوف. قال لحضرتك انت قرات العنوان فقط، ما لحقتش تقرا تفاصيل، يعني عندك معلومات؟ لا ما عندكش معلومات. يبقى هيمنه وسيطره؟ لا انت ما مشيتش ورا حد. صعوبه المشكله هي انت عملت اللي عليك بس المشكله صعبه؟ لا ما قالكش كده في السؤال. تعصب وتطرف؟ لا، هو ما قالكش حضرتك ان انا مش مقتنع بالحاجه اللي مخالفه الراي وان انا بسعى مثلا لقمع المعارضه. لا، هو بيقول لك انت ما قريتش اصلا الحاجه وما اديتش لنفسك فرصه تقرا بقيه البيانات، يبقى ده طبعا نقص المعلومات. خلاص، عفوا. سؤال 2: يختار صديقك في كل مرة موعد ومكان اللقاء ولا يترك لك حرية الاختيار وأنت دائما توافقه. خد بالك، لو هو اللي كل مرة بيختار وما مش سايب لك حرية الاختيار ومش سايب لك حرية الاختلاف، يبقى هو كده عنده تعصب. اقرا السؤال للآخر: أنت دائما توافقه لأنه الأكبر، هو اللي ليه سلطة أعلى، هو اللي ليه نفوذ. خلاص، حتى لو النفوذ دي في السن، على فكرة دي نفوذ برضه، دي سلطة أعلى برضه لمجرد إن هو أكبر في السن. خلاص، فقال لحضرتك ده طبعا خطأ التفكير المشار إليه، اللي هو طبعا إيه؟ اللي هو الهيمنة والسيطرة. أنت موافق لأن هو أكبر منك، فأكتر منك في النفوذ، عنده سلطة أكبر عليك طبعا. خلاص، ده الهيمنة والسيطرة. عايز حضرتك مثال على الهيمنة والسيطرة؟ زي مثلا اتباع المشاهير، اتباع المؤثرين، الكلام ده كله. خلاص، ان انت بتتبع الموضه، بتتبع الحاجه المنتشره، بتتبع اصحاب النفوذ والسلطه، بتتبع مديرك في الشغل والى اخره. تمام كده يا سيدي، كل دي امثله ايه، اكتب اللي يريحك فيها. ماشي ماشي. احنا كده الحمد لله بفضل الله خلصنا التقييم الاسبوعي الثاني في ماده الفلسفه والمنطق. باذن الله كل اسبوع استنى فيديو حل التقييم الاسبوعي، هينزل لك كل اسبوع ان شاء الله لحد ما نخلص الترم والسنه كلها على خير. اتفقنا؟ هتطلع تانية ثانوي حتى هتختار اداب وفنون، هيبقى عندك علم نفس، هتلاقينا في وشك برضه بنحل معاك التقييمات. خلاص، اي خدمه يا سيدي. احنا مش عايزين حاجه من الاخر غير ان حضرتك تجيب ال 60 من 60، وعشان تجيب ال 60 من 60 تابع معانا. طبعا بننزل لحضرتك فيديوهات الشرح التفصيليه خلاص على منصه الدحيحه. اتفرج على اول فيديو، تاني فيديو، تالت فيديو، وهكذا. حضرتك ما تراكمش شيء لان المنهج كبير جدا، المنهج فيه عدد دروس كتير، فما تستهترش بالموضوع. خلاص اتفقنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.